نكمل يا شباب. احنا قلنا البولينوميال ده هو بيبقى ماث اكسبريشن متكون من فاريبل والكوفيشنت بتاعه، وكل فاريبل بيبقى ليه ايه الديجري بتاعته. طبعا ده الشكل العام للبولينوميالز، مش لازم تبقوا حافظينه، فده بس عشان تبقوا عارفين البولينوميال شكله عامل ازاي. لو هناخد مثال على البولينوميالز بشكل اوضح يفهمنا اصلا البولينوميال دي عامله ازاي، فممكن نشوف الاكزامبل اللي قدامنا ده. x باور 3 بلس 3x بلس 5. عندنا اهو الاولاني ده الاكس الاولانيه دي فاريبل، والباور بتاعها 3. ومعمول هنا العملية اللي ما بينهم هي addition، ومديك بقية البولينوميال اللي هو 3x بلس 5. الاكس التانية ده السكند فاريبل بتاعنا، والكوفيشنت بتاعها 3. طبعا ال 3 الاكس باور 3 اللي في الاول دي الكوفيشنت بتاعها 1، بس ال 1 ايه مش بيتكتب طالما في الاول، عشان هي 1 تايمز اكس باور 3 هتدينا اكس باور 3، فمش محتاجين نكتبها. والرقم اللي في الاخير ده نسيت اقول لكم عليه، اللي هو الاي اللي في الاخر دي، ده اسمه الكونستانت، رقم بيبقى ثابت، مش بيبقى قدامه فاريبلز. تمام. طبعا احنا عندنا لو شفنا الديجري بتاع البتاع ده البولينوميال دي، فاحنا هنلاقيها من البولينوميال ده من الثيرد ديجري. طب عرفت ازاي اللي هو من الثيرد ديجري؟ عشان اعرف الديجري بتاع البولينوميال ببص على اعلى باور للفاريبلز اللي موجوده. يعني مثلا السؤال عندي فيه ثلاثة فاريبلز، ببص على الثلاثة الفاريبلز اللي موجوده، وبشوف اعلى باور فيهم، والباور ده هو بيبقى بناء عليه بحدد الديجري. اعلى باور هو الديجري بتاع البولينوميال كلها. يعني مثلا بولينوميال زي دي الديجري بتاعتها from the third degree. ليه؟ عشان اعلى باور على الفاريبل هو 3. هنا ممكن هتلاقي هنا فوق الاكس هنا دي من الفيرست ديجري، وعندي هنا يعني 3 باور اكس باور 3 واكس باور 1، فانهي الاعلى؟ اكيد ال 3، فدي عشان كده قلنا اللي هي ايه من الثيرد ديجري. طبعا هنا بيقول لك بما ان دي اصلا دي حاجه اسمها الكوادراتيك بولينوميال، دي لسه هناخد الانواع دلوقتي في السلايد اللي بعديها. فالمفروض في اكس باور 2 او في فاريبل المفروض يبقى باور 2 موجود في البولينوميال دي. طب هو ليه مش موجود؟ مش موجود اصلا عشان هو ممكن نعوض مكانه. لحظة القلم. ممكن نعوض مكانه لحظة فين القلم؟ ممكن نعوض مكانه يا شباب ب x باور 2 قدامها زيرو. فطبعا اي حاجه تايمز زيرو بزيرو، فيعني انا لو حطيت البولينوميال دي x باور 2 قدامها زيرو، فهي هتبقى تدينا زيرو، فعشان كده هي مش موجوده. بس ده ما يمنعش اللي هي لسه بولينوميال زي ما هي. البولينوميالز ليها انواع عندنا، هنبدا ناخدها مع بعض. اول نوع فيهم الزيرو بولينوميال. دي الترمز بتاعتها كلها بتبقى بزيرو، يعني الاف اوف اكس الفانكشن بتاعتنا الاوتبوت بتاعها هتلاقوه على طول بايه بزيرو. آه، فده اول نوع معانا اللي هو ايه الزيرو بولينوميال. الكونستانت بولينوميال هو بيطلع لك في الاخر رقم ثابت. طب الرقم الثابت ده مش المفروض البولينوميال بيكون فيها فاريبل؟ ازاي الاف اوف اكس طلعت لي 6؟ فاحنا لو شفنا مع بعض احنا ممكن نقول، يعني انا ممكن اقول لك الاف اوف اكس دي ايكوال 6 تايمز او 6 اكس باور 0. فاحنا عارفين ان اي حاجه باور 0 بتدينا ايه؟ بتدينا 1. فبالتالي اكس باور 0 هتدينا 1، فال 6 تايمز ال 1 هتدينا 6. فعشان كده طلعت لنا الاف اوف اكس ايه ايكوال 6. تمام. اللينير بولينوميال هي بتبقى بولينوميال من الديجري بتاعتها بتبقى ب 1، واحنا عرفنا ان الديجري بنعرفها ايه من الفاريبلز بتاعتنا. يعني احنا عندنا الشكل الطبيعي لللينير بولينوميال بيبقى ام اكس بلس 3 اكس ام اكس بلس سي. طب ايه هي الام والاكس والسي دي؟ الاكس ده قلنا الفاريبل بتاعنا، و وبتاع ده، والام ده الكوفيشنت بتاع الفاريبل، والسي ده قلنا بيبقى رقم ايه بيبقى رقم كونستانت. اكزامبل على اللينير بولينوميال، انت عندك اكس بلس 4. اكس بلس 4 دي ايه؟ اولا لازم قلنا يكون فيه فاريبل والكوفيشنت بتاعه ورقم بيبقى كونستانت، دي اللينير.
فالكوفيشنت الفاريبل بتاعنا اهو لقيناه اللي هو الاكس، والكوفيشنت بتاعه اللي هي هتبقى ال1 اللي قدامه، 1 تايمز اكس بتدينا اكس، عشان كده ما كتبناش ال1. والكونستانت اللي موجود في الاخر اللي هو ال4 اللي هي بلس 4 اللي في الاخر ده الكونستانت. تمام. النوع اللي بعده معانا اللي هو الكوادراتيك بولينوميال. بيبقى من السكند ديجري. يعني اعلى فاريبل، اعلى فاريبل، اعلى باور لفاريبل موجود في الايكويشن هتبقى من السكند ديجري. زي ما لو بصينا على الاكزامبل ده عندنا هتلاقوا الاكس اي اكس باور 2 بلس 3 اكس بلس 5. فاحنا لو بصينا على السؤال ده هنبص عشان نعرف الديجري لازم نبص على الفاريبلز اللي موجوده عندنا. هنلاقي عندنا تو فاريبلز اللي هي الاكس الاولانيه والاكس اللي جنبها 3 دي. فالاكس الاولانيه اللي هي من السكند ديجري ليه؟ عشان هي باور 2. والاكس التانيه هي من الفيرست ديجري عشان هي باور 1. فعشان كده قلنا ده كوادراتيك بولينوميال او من السكند ديجري يعني. والكيوبيك بولينوميال هو برضو نفس النظام عندنا، بس اعلى باور عليه، اعلى فاريبل عليه باور بتبقى باور 3. يعني الاكس عندنا هي واخده باور 3، عشان كده قلنا ايه؟ ده من الثيرد ديجري او كيوبيك بولينوميال بمعنى اصح. دلوقتي احنا هناخد حاجة اسمها الاكسبانديشن. هي ايه الاكسبانديشن؟ احنا الاكسبانديشن دي هدفها بطريقة او باخرى اللي احنا نعرف بيبقى في براكت موجود عندنا، واحنا مهمتنا اللي احنا عايزين نحل البراكت ده ونخلص منه. فهي الاكسبانديشن، احنا بنستخدم الاكسبانديشن عشان نحل البراكت ده. طب عشان اصلا نعرف نحل الاكسبانديشن لازم نكون عندنا كده نفتكر كام حاجة مع بعض. طبعا احنا عندنا المفروض تكونوا فاكرين ازاي تحلوا. لو مديكوا مثلا ايه تايمز المثال اللي عندنا ده اللي هو ايه تايمز بي بلس سي، والبي بلس سي طبعا في براكتس. المفروض تكونوا عارفين ان الاي دي هتتضرب مرة في السي ومرة في البي. تمام، فيطلع لي ايه بي بلس اي سي. ده طريقة التعويض، طريقة الحل العادية لما بنيجي نحل حاجة. نيجي نحل يعني نضرب حاجه في براكتس، يعني بنضرب كل الكومبوننتس اللي بره البراكتس، او الكومبوننت اللي بره البراكتس اللي هنضربه ده في كل الكومبوننتس اللي جوه البراكتس. طبعا لازم وانتوا بتعملوا حاجه زي كده تكونوا ايه مراعيين اللي هي ساين رولز. يعني انت لو عملت مالتيبليكيشن ما بين بوزيتيف وبوزيتيف اكيد الناتج هيطلع لك بوزيتيف. لو عملت مالتيبليكيشن ما بين بوزيتيف ونيجاتيف اكيد الناتج هيطلع لك نيجاتيف. طب لو نيجاتيف ونيجاتيف فالنيجاتيف بتحول الساين وبتخليها بوزيتيف. تمام. طبعا هنضرب في البولينوميالز هنضرب الكوفيشنتس في بعضيها. يعني احنا لو عندنا 3x تايمز 5، فاحنا هنضرب ال 5 دي في 3 فتدينا 15x. تمام. هنضرب الفاريبلز في بعضيها لو كانوا عندهم نفس البيز. يعني انا لو مثلا قلت ايه، لو قلت لحظة امسح بس، لو قلت 3x ملتبلاي 2x، قلنا اول حاجه بنعملها اللي احنا نضرب ايه الكوفيشنت في بعضيهم. يعني 3 تايمز 6 هتدينا 6، والاكس تايمز اكس طالما بما ان هم نفس البيز، يعني البيز دي اللي هي الاكس نفس الفاريبل، فهنضرب التو فاريبلز في بعض وهنجمع الباورز بتاعتهم، دي باور 1 ودي باور 1. هنعمل اديشن للباور بتاعتهم فهتدينا 6 اكس باور 2. تمام. طب ولو بقى البيز مش زي بعض، يعني لو عندي مثلا 3x و2y، في الحالة دي لا، انت هتضرب برضو الكوفيشنت في بعضيها هيديك مثلا 6. وطبعا x تايمز y الاتنين مش نفس البيز فهتحطهم جنب بعض x1. ما ينفعش تجمع هنا الباورز. تمام. نخش على السلايد اللي بعديها. الاكسبانديشن بقى هو هي بتبقى هنبدأ نطبق بقى قوانين الاكسبانديشن اللي قلناها دي على ايه، على المسائل. يعني احنا لو والله لو عندنا a بلس b تايمز c بلس d وكل واحد فيهم براكت، فاحنا هنبدأ نضرب ال a دي في ال c مرة وال a في ال d مرة، وهنرجع برضو لل b تاني نضربها في ال c مرة. لحظة. هنضرب ال b في ال c مرة وال b في ال d مرة. تمام.
فبالتالي هيطلع لنا ايه، هيطلع لنا ايه تايمس، يعني احنا هنضرب الايه في البراكت كله مره، ايه تايمس سي بلس دي، وبعديها هنضرب البي في نفس البراكت التاني مره. تمام. وبعديها بطرق الاكسبانديشن بقى اللي لسه قايلها هنحلها، فيطلع لنا في الاخر الناتج ايه، اي سي بلس اي دي. يعني انا لما افك ده هضرب الاي في السي هتطلع لي اي سي، والاي في الدي هتطلع لي ايه اي دي. وبعديها نضرب برضو البي تاني، البي في السي هتطلع لنا بي سي، والبي في الدي هتطلع لنا بي دي. تمام. تمام. ودي هنبدأ فيه شوية اكزامبلز هنبدأ نحلهم مع بعض. هو بيقول لك أول حاجة 2x تايمس x باور 3، x بلس 3 قصدي. فاحنا هناخد ال 2x دي نضربها في ال x مرة، وبعديها نضربها في ال 3 مرة. فال 2x تايمس 2 هتطلع لنا 2x باور 2، وال 2x تايمس 3 المفروض تطلع لنا 6x عامة يعني. فاكس دي. الاكزامبل التاني، عندك الاكس بلس 5 تايمز الاكس بلس 2. هنضرب اول حاجه الاكس في البراكت كل مره، والفايف في البراكت برضو كل مره، ولو في حاجه ينفع نعمل لها بلس هنعمل لها بلس. فالاكس تايمز الاكس هتدينا اكس باور 2. طب الاكس تايمز ال 2 هتديك 2 اكس. بعديها نرجع لل5، ال5 تايمز الاكس هتديك 5 اكس، وال5 تايمز ال2 هتديك 10. بعديها بقى نجمع، لو قلنا لو في حاجة ينفع تتجمع نجمعها، ال2x وال5x الاتنين عندهم نفس البيس فممكن نجمعهم، فهتبقى في الآخر 5x بلس 2x ب 7x. فيطلع لنا الناتج إن هي x باور 2 بلس 7x بلس 10. تمام. تمام. السؤال اللي بعده x بلس 4 تايمز x ماينس 3. هنا بقى النيجاتيف ساين دخلت عشان ايه برضو تتعاملوا مع النيجاتيف. فاحنا نضرب الاكس في البراكت ده برضو مرة، والفور في البراكت ده برضو ايه كله مرة. فاول حاجه الاكس تايمز الاكس هو قسمها لك هنا الاول اكس تايمز اكس ماينس 3 بلس 4 تايمز اكس ماينس 4، يعني هو قسمها لك هنا اهو. تمام. الاكس تايمز الاكس هتديك اكس باور 2. طب الاكس تايمز نيجاتيف 3، خدوا الساين معاكم هنا، دي مش 3 هنا نيجاتيف 3، فاكس تايمز نيجاتيف 3 هتطلع لك ايه نيجاتيف 3 اكس اهي. طب نخش على البراكت اللي بعده، انت عندك ال 4 تايمز الاكس هتديك 4x. طب ال 4 تايمز النيجاتيف 3 هتديك نيجاتيف 12. تمام. قلنا لو في حاجة ينفع تتجمع أو تطرح بنجمعها أو نطرحها. فاحنا عندنا هنا احنا ممكن النيجاتيف 3x وال 4x نجمعهم مع بعض. فطبعا نيجاتيف 3x بلس 4x هتديك ايه x، فالناتج النهائي يطلع لك ايه x باور 2 بلس x ماينس 12. دي أسئلة براكتس بقى، يعني هما 4 أسئلة خفاف كده، جربوا حلوهم. المفروض إن شاء الله اللي أنا شرحته يعني تعرفوا تحلوا بيه الأسئلة دي. هديكوا 5 دقايق جربوا تحلوهم مع نفسيكوا، ولو حد وقف قدامه حاجة يريز هاند أو يفتح المايك يقول لي يعني إيه، ونشوف إيه اللي وقف قدامه مع بعض.
ايه يا شباب، بتحلوا ولا ايه؟ يعني لو بتحلوا كده ادوني اي علامة، ارفعوا ايديكوا او ايموجي او اي حاجة عشان اعرف ان انتوا تمام. تمام كويس. حل الباقي بقى، ولو في اي مشاكل قوليلي. ماشي، طالما التانية واقفة معاكي هحلها دلوقتي معاكم. هي التانية بتقول ال 2x باور 4 minus 2y. المفروض هنضربها تايمز البراكت التاني اللي هو x minus y باور 2. فأول حاجة احنا قلنا هنضرب 2x باور 4 تايمز الاكس اللي بره دي، أو تايمز البراكت كله ده. فاحنا هنضرب دي، أو أول حاجة نضرب دي كلها في البراكت ده كله. ف 2x باور 4 تايمز الاكس هتدينا ايه؟ 2x باور 5. تمام تمام. بعديها نضربها في النيجاتيف واي باور 2. التو قلنا طبعا البيز هنا مش شبه، يعني البيز بتاع البتاع ده، بتاع ال 2 اكس باور 4 اللي هي الاكس، والبيز بتاع الواي باور 2 اللي هي الواي، فالبيز مختلفة فمش هينفع ايه نجمع الباور. طبعا هنا دي نيجاتيف ايه واي باور 2، فلازم ناخد بالنا من الساين برضو، فنضربها في بعضيها. ال 2 اكس باور 4 تايمز النيجاتيف واي باور 2 هتدينا 2 نيجاتيف 2 اكس باور 4 واي باور 2. تمام. بعديها هنبدأ للجزء الثاني من البراكت الأولاني اللي هو النيجاتيف 2 واي ده، المفروض هنضربه برضو في البراكت الثاني كله. فالنيجاتيف 2 واي تايمز اكس هتدينا نيجاتيف 2 واي
اكس او اكس واي مش هتفرق يعني. تمام، هنا دي نيجاتيف ساين. وهنضرب برضو النيجاتيف 2 واي في الجزء التاني من البراكت التاني اللي هو ايه النيجاتيف واي باور 2. فنيجاتيف ونيجاتيف، قلنا النيجاتيف مع نيجاتيف بالطياره هتقلبها بوزيتيف. تمام. ال 2 واي تايمس الواي باور 2 هتدينا 2، البيز مشتركه هنا فهنجمع الباورز. الواي هنا دي باور 1، ال 1 بلس ال 2 هتدينا ايه 2 واي باور 3. تمام. قلنا لو في بتاع ده سميشن او سبتراكشن ممكن ايه نعمله. فاحنا عندنا هنا النيجاتيف 2، النيجاتيف 2، النيجاتيف 2 اكس باور 4 باي باور واي باور 2. ممكن ناخد مش هينفع ناخد منها قصدي ال 2 واي اكس او الاكس واي مش هتفرق. فهو هيبقى الفاينل انسر بتاعتنا هي دي 2. استنى احاول اكتبها لكم ايه جنب بعض تحت كده عشان تبقى الإجابة كلها جنب بعض. فالإجابة تبقى 2 x باور 5 minus 2 x باور 4 y باور 2 minus 2 xy أو yx مش هتفرق ترتيب الفاريبلز عامة plus 2 y باور 3. دي كده الفاينل الانسر بتاعتنا. ان شاء الله تكونوا فهمتوها يعني. لو لسه صعبة قولوا لي احاول اشرحها بطريقة اسهل تاني يعني. تمام، طالما الاربعة تمام. برضو هبقى ابعت لكم اجابة للاربعة في الشات دلوقتي. بس نشوف لو فاضل ليا جزء تقريبا كده. انا الجزء بتاعي كده احمد هاني دلوقتي هيبدأ يشرح معاكم الفاكتورينج. وانا هبعت لكم اجابة الاربع مسائل دلوقتي في الشات. دلوقتي هنبدأ في الفاكتورايزنج. الفاكتورايزنج هو عكس الاكسباندنج، يعني بدل ما كنا بنفك الاكسبريشن دلوقتي هنرجعه فاكتور تاني عادي. ممكن تقلب، انزل يعني. لا لا، اطلع فوق اطلع فوق بس لا دلوقتي. يعني مثلا عندي اكزامبل ده، لو اي بي زائد اي سي. احنا ثواني بس. انا شايف هنا يعني عندنا مثلا اي بي زائد اي سي، انا شايف هنا كومن فاكتور وهو الاي، فممكن اطلعه بره زي ما ظاهر كده قدامكم واكتب الدي والسي في براكت، فده اللي بنسميه فاكتورايزنج. عندنا بقى كام خطوه. اول خطوه في 3 خطوات في الفاكتورايزنج. اول نوع عندنا هو الجي سي اف، الجريتست كومن فاكتور. عشان اجيب الجي سي اف عندي 3 خطوات. ببص على الكونستنت واشوف اكبر رقم بيقسم كل ترم. تاني خطوه ببص على الفاريبل، ولو عندي باور مختلفه باخد اصغر باور لان هو الموجود في كل ترم. اخر خطوه بقسم كل ترم على جي سي اف اللي لقيته واكتبه بره البراكت. هي اللي بعده. عبد الرحمن، هي اللي التاني. اقلب تاني. اه. تمام هي لو بقى الكوفيشنت بتاعنا في اكس باور 2، دلوقتي بنستخدم حاجه اسمها جنرال ترايمونيال بوليمونيال. اول حاجه بنعمل ملتبلاي الاي سي، بعدها بندور على تو نمبر حاصل ضربهم اي سي ومجموعهم بي. بعد كده بنعمل فاكتور باي جروبنج. هات الاكزامبل كده، اشرح الاكزامبل اسهل. هات الاكزامبل اللي كان فوق. ايوه. اول حاجه الجي سي اف للارقام هو هنا 5. تمام.
وبالنسبه للفاريبل انا عندي اكس باور 2 واكس، فاصغر باور هو الاكس، يبقى جي سي اف بتاعنا كله هو 5 اكس. بعد كده بقسم كل ترم عليه، فلو قسمنا 5 اكس باور 2 على 5 اكس تطلع معانا 1، هتطلع معايا اكس قصدي، و10 اكس على 5 اكس تطلع معانا بلس 2، زي ما ظهر قدامكم هنا. يبقى الانسر بتاعي 5 اكس براكت اكس بلس 2. تاني اكزامبل، اكس باور 2 ماينس 3 اكس بلس 2. دلوقتي احنا هندور على ايه؟ رقمين، آه، البرودكت بتاعهم ب 2 والصم بنيجاتيف 3. هيبقوا نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2، عشان نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 ب 2 لو عملناهم ملتبلاي، ولو عملنا صم ليهم هيطلع نيجاتيف 3، فبالتالي الاجابه هتطلع اكس نيجاتيف 1 واكس نيجاتيف 2، عشان الميدل عندنا نيجاتيف، قصدي اخر ترم عندنا بوزيتيف، فبناخد الساين نيجاتيف بتاعت الاثنين. عبدو يعني. عندنا اكزامبل اللي هو 2x باور 2 minus 11x plus 15. هنضرب ال 15 في 2 طلعت معانا 30. دلوقتي محتاج رقمين حاصل ضربهم 30 ومجموعهم نيجاتيف 11. انا بقول لكم يعني اي ايكويشن زي دي احنا ممكن نحلها بالاله، والطريقه يعني الصح ثواني بس معلش. الطريقه الصح ان انا بعمل ملتبلاي اول فاكتور مع اخر فاكتور، والرقمين دولت لما اعمل لهم ملتبلاي يطلعوا معايا 30. تمام. فانا عايز فانا عايز رقمين لما اضربهم يطلعوا معايا 30، ولما اجمعهم يطلعوا معايا نيجاتيف 11. او ممكن من الاول مثلا اعمل ديفايدد للايكويشن كلها ل 2، فيطلع معايا اكس باور 2 ماينس 5.5، بس ده هيبقى اصعب يعني، فاحنا بنضرب ال 2 في 15 ونجيب رقمين ملتبلايهم 30 والسم بتاعهم بنيجاتيف 11، فهيطلع معايا الرقمين هم نيجاتيف 5 ونيجاتيف 6. نيجاتيف 6. تمام. ثواني. هنعمل جروبنج بس، يطلع معايا 2x 2. ثواني. فهنكتب بقى 2x باور 2 minus 6x minus 5x plus 15، لان انا جبت الرقمين اللي هم جمعوهم نيجاتيف 11 فكيتهم. وبعد كده هعمل جروبنج. هخلي 2x، استنى نكتب الايكويشن دي كده. الايكويشن بعد ما فكيت النيجاتيف 11 لنيجاتيف 6 ونيجاتيف 5 عشان السمشن. ماشي. هعمل جروبنج. جروبنج هكتب التو. هو في حاجه هنا. ثواني. هعمل جروبنج لل 2x باور 2 minus 6x، دول جروب، والجروب التاني هيبقى نيجاتيف 5x بلس 15. فاول جروب انا هاخد ال 2x كومن فاكتور فتطلع معايا x minus 3، وتاني جروب انا هاخد النيجاتيف 5 كومن فاكتور فتطلع معايا x minus 3. فالاكس minus 3 هكتبها مره واحده لانها متكررين فوق، هاخدها كومن فاكتور تاني واكتبها مره واحده، واكتب الباقي اللي هو هيطلع معانا 2x minus 5. ايه بعد؟ دلوقتي تقدروا يعني هديكوا دقيقتين تحلوا الاسئله دي، ولو في حاجه وقفت معاكم هحلها أنا.
تمام. حليت الأولى والثانية، ما عرفتش الثالثة. الثالثة أنا زي بصي، الثالثة إحنا عايزين رقمين، هيطلع الملتبلاي بتاعهم ب A في C، اللي هي 3 في 8، ب 18. ثواني، ب 18. الملتبلاي بتاعهم ب 18، والصم بتاعهم بنيجاتيف 10. ثواني. الرقمين دول هيطلعوا معانا نيجاتيف 2 ونيجاتيف 9. نيجاتيف 2 ونيجاتيف 9 الملتبلاي بتاعهم ب 18، والصم بتاعهم بنيجاتيف 10. لا استني، لا ثواني، السؤال ده فيه حاجة. بص انا حليتها بالآلة، طلعوا معانا الرقمين ب 2. كان معانا الرقمين ب 2، والرقم التاني 4 على 3. هو سؤال غريب يعني بصراحة، بس احنا لو ضربنا. ثواني. انا اتلخبطت، معلش ثواني. احنا لما نضرب 3 في 8 هيطلع معانا 24، فانا عايز رقمين الملتبلاي بتاعهم ب 24 والصم بتاعهم بنيجاتيف 10. يا معلش تاني. الرقمين بقى يطلع معانا نيجاتيف 4 ونيجاتيف 6. لما نضرب نيجاتيف 4 في نيجاتيف 6 يطلع معانا 24، ولما نجمعهم يطلع معانا نيجاتيف 10. فكده هتبقى معايا 3x باور 2 نيجاتيف 4 ونيجاتيف 10 نيجاتيف 4x. كده جروبنج، والجروب التاني هيبقى نيجاتيف 10x بلس 8. هاخد الاكس هنا كومن فاكتور، تبقى معايا 3x ماينس 4.
3x minus 4. تمام. وهعمل هاخد النيجاتيف 2 جروبنج برضو. يعني انت فاهمه خلاص؟ هشرحها برضه، ماشي تمام. ايه اللي بعده؟ الفاكتورايزنج بقى عندنا انواع. اول نوع اللي هو الديفرنس اوف تو سكوير. ده بيبقى تو فاريبل. فاريبل اول على تو فاريبل كلهم الاثنين معمول لهم سكوير ما بينهم نيجاتيف. ده بنفكه ازاي؟ بناخد التو فاريبل بنكتبهم مرتين، بس مره الساين بتبقى نيجاتيف ومره الساين بتبقى بوزيتيف. تاني نوع هو البيرفكت سكوير. البيرفكت سكوير ده ممكن بيبقى رقمين، سواء الساين ما بينهم بوزيتيف او نيجاتيف، بس كلهم معمول لهم باور 2 في براكت كده من فوق. ده بنعمل ايه؟ بناخد الفاريبل الاول نعمل له باور 2، والفاريبل الثاني بنعمل له باور 2، ونضرب 2 في الفاريبل الاول في الفاريبل الثاني. ايه اللي بعده؟ ثالث نوع هو الديفرنس اوف تو كيوب، او الكيوب عامه. يعني هو بيبقى تو فاريبل الاثنين معمول لهم باور 3 ما بينهم نيجاتيف او بوزيتيف. بنعمل ايه؟ بنعمل كيوبيك روت لل في البراكت الاول بنعمل كيوبيك روت للايكويشن كلها. يعني ايه باور 3 ماينس بي باور 3 تطلع معانا ايه ماينس بي. والبراكت الثاني بنعمل سكوير. يعني خلاص احنا بعد ما عملنا ده كيوبيك روت فطلع معانا ده. هنعمل بقى تاني ايه؟ هنعمل الايه باور 2 مالناش دعوه ده خلاص. هناخد اسمه ده الجروب ده، وهنعمل الاول باور 2 والتاني باور 2 وال... ونضربهم في بعض ونغير الساين. فلو بقى ما بينهم بوزيتيف، بعد ما نعملهم كيوبيك روت هناخد الاول باور 2 والتاني باور 2 ونضربهم في بعض ونغير الساين. ايه اللي بعده؟ يعني مثلا لو عندنا اكزامبل اكس باور 3 ماينس 8. ده هنفك ازاي؟ هنعمل كيوبيك روت للايكويشن كلها، بتطلع معانا اكس ماينس 2. ده كده اول جروب. هاخد الجروب ده واعمل بيه الجروب الثاني. هعمل الاكس باور 2 وال2 باور 2 تطلع معانا 4 بوزيتيف 4. واضرب الاكس في 2 واغير الساين. اكس في 2 2 اكس واغير الساين تبقى بوزيتيف 2 اكس. يبقى دي الاجابه النهائيه. 4 اكس باور 2 ماينس 16. ده من النوع اللي هو الديفرنس بين 2 سكوير. ده هنحله ازاي؟ بنعمل 2 جروب وناخد سكوير روت للايكويشن فتطلع معانا 2 اكس ماينس 4. واكتب تاني نفس الايكويشن بس اغير اغير العلامه فيطلع معانا كده. ايه اللي بعده؟ حاولوا تحلوا السؤال ده لوحدكم. ثواني. حاولوا تحلوا السؤال ده لوحدكم. دقيقتين بالظبط، ولو ما حدش حله هحل.
يعني مش عايزين تسمعوا الخطوات؟ هحل بالخطوات ثواني بس. ثواني. هنمسك اول جروب ونضرب الفاكتور اللي بره في الجروب كله، فتطلع معانا يعني هنضرب 3x باور 2 في 2x، تبقى معانا 6x باور 3. ونضرب 3x باور 2 في النيجاتيف 5x، تبقى نيجاتيف 15x باور 3. وال 3x باور 2 في البوزيتيف 4، تطلع معانا بوزيتيف 12x باور 2. ونفس اللي عملناه في الجروب اللي هنعمله في الجروب الثاني، يعني نمسك الفاكتور اللي هو 2x باور 2 نضربه في الجروب. 2x باور 2 في x، قصدي نيجاتيف 2x باور 2 في x، هتطلع معانا نيجاتيف 2x باور 3. ونيجاتيف 2x باور 2 في 3 نيجاتيف 6x باور 2. نجمع متشابهين، يعني نجمع الباور نفس الباور. يعني 6x باور 3 ماينس 15x باور 3، دي هتطلع نيجاتيف 9x باور 3. و12x باور 2 نيجاتيف ماينس 2x باور 2 ماينس 6x باور 2، تطلع تقريبا 4x باور 2. نرجع بقى ناخد الاكس تاني كومن فاكتور. ناخد الاكس باور 2 كومن فاكتور لانها اقل باور، يطلع معانا نيجاتيف 9x بلس 4. تمام كده السؤال اتحل. ما فيش سمبليفاي اكتر من كده. تمام ماشي. هناخد بريك لحد الساعة 5 وربع. وقف الريكورد ده. آه، ايه اللي بفهمني السؤال ده؟ السؤال ده فكرته بسيطة. احنا هناخد كومن فاكتور. ناخد 12 وال 18 وال 6. ممكن ناخد ال 6 كومن فاكتور ونشوف اصغر باور فيهم هو الاكس باور 2، هناخده برضو معاهم مع ال 6 كومن فاكتور. ونقسم الايكويشن كلها على الكومن فاكتور اللي احنا طلعناه اللي هو 6 اكس باور 2. فلما اقسم 12 اكس باور 5 على 6 اكس باور 2، هتطلع معانا 2 اكس باور 3. ونيجاتيف 18 اكس باور 4 على 6 اكس باور 2، تطلع معانا نيجاتيف 3 اكس باور 2. و6 اكس باور 2 على 6 اكس باور 2 بوزيتيف 1 عادي. تمام كده السؤال ايه اللي بعده؟ ولو عايز تتاكد يعني ثواني، لو عايزين تتاكدوا من الاجابه الصح، انت ممكن لو عملت 6 اكس باور 2 ضربتها في البراكت كله، هتطلع معاك من الايكويشن اللي كانت فوق. يعني لما تعمل اكسباندنج هتتاكد انت عملت فاكتورايز صح ولا لا. ايه بقى يا عبد؟
السؤال ده هو عايز يجيب الايه الايكويشن عندنا 25x باور 2 بلس ax بلس 49. هو عايز يجيب رقم للايه بحيث ان اسمه ده الايكويشن كلها تبقى بيرفكت سكوير. احنا عندنا قوانين عشان البيرفكت سكوير عشان نجيب الميدل بنجيبه في البيرفكت سكوير يعني. الميدل بنجيبه باللو ده بوزيتيف اور نيجاتيف 2 ملتبلاي سكوير روت الفيرست نمبر ملتبلاي سكوير روت السكند نمبر. يعني احنا هنا الايه هتطلع معانا ثواني ببوزيتيف او نيجاتيف 2 روت 25 اكس باور 2 هتطلع معانا 5 اكس ملتبلاي 5 اكس وروت السكند نمبر اللي هو 49 روت 49 ملتبلاي 7. لما نضرب كل ده يطلع معانا الايه ببوزيتيف ثواني طلع ايه ده ببوزيتيف او نيجاتيف بوزيتيف او نيجاتيف 70 70 اكس. تمام. ايه اللي بعده؟ السؤال ده انا هحله في الاول خطوات وفي طريقه تانية يعني بحسها اسهل. هو السؤال بيقول لك ان الاكس والواي دول رقمين ورا بعض بس الرقمين قد فالفرق بينهم هيطلع اتنين. يعني لو مثلا قلنا الاكس هي الصغيره فهتبقى الواي بتساوي اكس بلس 2. فانا ممكن اشيل كل واي واكتب مكانها اكس بلس 2 فيطلع معايا اكس نيجاتيف 2 واشيل الواي واحط مكانها اكس بلس 2 بلس اشيل الواي واحط اكس بلس 2 واعمل لها كلها باور 2 بلس كي ايكوال 5. هنفك الاول البراكت اللي جوه ثواني. هتطلع اكس عادي بنسيب نفك البراكت ده هيطلع معانا 2 اكس والنيجاتيف 2 هتطير مع البوزيتيف 2 بلس هفك البراكت ده اللي هو اكس بلس 2 اول باور 2. البراكت ده احنا قلنا بيتفك بنعمل باور 2 الاول وباور 2 الاخير اللي هي 2 باور 2 4 ونضرب 2 في الاول في الثاني يعني 2 ملتبلاي اكس ملتبلاي 2 يطلع معانا 4 اكس وسطين طبعا بوزيتيف. تمام بلس كي وال5. بس امسح ده. إحنا اخر حاجه وصلنا لها ان اكتبها فوق بس عشان تبقى ظاهره ان اكس 2 اكس بلس اكس باور 2 بلس 4 اكس بلس 4 بلس كي ايكوال 5. يعني اكس في 2 اكس 2 اكس باور 2 نجمعها مع الاكس باور 2 دي اللي هي هتبقى 3 اكس باور 2 4 اكس بلس 4 اكس
بلس 4 بلس كي ايكوال 5. ثواني. ثواني، انا اتلخبطت معلش، هعيد السؤال تاني. احنا قلنا ان السؤال بيقول ان الاكس والواي رقمين اود نمبر متتاليين، يعني الفرق ما بينهم اتنين، يعني ممكن نقول ان الاكس هي الصغيره فيطلع معانا من الواي اكس بلس 2. تمام. فهنشيل كل واي ونحط اكس باور 2، اكس بلس 2. فهنكتب اكس. اتلخبطت، المفروض ان احنا كنا نكتب ماينس 2 ونفتح براكت. آه، ثواني. اكس بلس 2، ونشيل الواي الثانيه ونحط اكس بلس 2 اور باور 2 بلس كي ايكوال 5. تمام. هنفك البراكت ده الاول، هناخد النيجاتيف 2 ملتبلاي بيها مره هنا ومره هنا، تبقى معانا الاكس بره زي ما هي دي، ودي زي ما هي، نيجاتيف 2 اكس نيجاتيف 4. تمام. والبراكت الثاني ده قلنا بنفكه وبنعمل ملتبلاي باور 2 الاول، باور 2 الاخير، ونعمل 2 ملتبلاي الفيرست ملتبلاي السكند، يعني 2 ملتبلاي اكس ملتبلاي 2 يطلع بوزيتيف 4 اكس. وهنا بوزيتيف بلس كي ايكوال 5. ثواني. آه هنضرب الاكس جوه في البراكت هنا، يطلع معانا اكس باور 2 ماينس 2 اكس باور 2 ماينس 4 بلس اكس باور 2 بلس 4 اكس بلس 4 بلس كي ايكوال 5. ثواني نشرح اللي تحت. هنا عندنا اكس باور 2 ماينس 2 اكس باور 2 نيجاتيف اكس باور 2. تمام. بلس اكس باور 2 كده 0 اكس باور 2، يعني خلاص مفيش اكس باور 2. دي نيجاتيف 4 ودي 4، نشيل ال 4 مع النيجاتيف 4. ثواني. نشيل ال 4 ازاي؟ اكس باور 2 ماينس 2 اكس باور 2 نيجاتيف 1 اكس باور 2 بلس اكس باور 2، كده مفيش، قلنا مفيش. تمام. عندنا نيجاتيف 4 و4 هنشيلها مع بعض، 4 اكس بلس كي ايكوال 5. بص يا شباب، هو السؤال ده في الامتحان بياخد وقت وبيلخبط. هي الطريقه الاسهل، بس انا شايف ان الطريقه الاسهل بدل ما انا اعوض باكس وواي، من الطبيعي ان انت تتلخبط. هو قال لك الاثنين رقم اود نمبر ومتتاليين، فانا ممكن اقول مثلا ان الاكس ب 1 والواي
والواي ب 3، او مثلا الاكس ب 3 والواي ب 5. لو جربت رقمين قد ورا بعض هتظبط معاك يعني. هنيجي نحط ان الاكس ب 1 يطلع 1، وهنا 1 minus 2 multiply 5 10 plus 5 5 power 2 25 plus k equal 5. هنا لو جربت اول رقمين هنجمع كل ده، هتطلع معانا كي ايكوال 1 عادي. لو جربت ايكوال 5 هتطلب الكيب 1. بس كده يا عبد الرحمن، في حد مش فاهم حاجه؟ كده يعتبر خلاص هي كده السيشن السيشن خلصت. خلصت. اه. ف لو في اي حد في سؤال ما كانش الصوت كان بيقطع. طب من انهي جزء بالظبط؟ يعني السؤال اللي فات ده ما سمعتوش، يشرحه تاني. طيب عادي تاني. ماشي، ارجع لك عيده تاني. لا، مش عليكم كالكولاس في امتحان القبول. ما انت كل اللي عليك عامة اساسيات الاساسيات بتاع الماس لغاية دلوقتي. كالكولاس لسه لو ربنا كرمك ودخلت ستيم، كالكولاس هتاخده اصلا، هتبدأ فيه كده في تانية. فلا، كالكولاس مش دلوقتي خالص. هو السؤال هو بيقول لك اتنين اود نمبر مستدلين، فاحنا ممكن نقول ان الواي ايكوال اكس بلس 2. بس انت انا ما بحبش الطريقه دي لانها بتاخد وقت، بتلخبط في ما بين، بتلخبط في حل المساله ان في اتنين فاريبل، وساعات بيحصل لخبطه. فانا دايما بحل السؤال ده. مثلا هو قال اتنين اود نمبر متتاليين، افرض ان الاكس ب 1 والواي ب 3، او الاكس ب 3 والواي ب 5. هعوض بالرقمين عادي، آه، سواء اول رقمين او تاني رقمين، واحلها عادي على الاله تطلع معانا كتيب 1. لو عايزين احلها خطوات براحتكم. يعني مثلا لو افترضنا انها 1 و3 هتطلع معانا 1، 1 ماينس 10، وبره هنا بلس 25 بلس k ايكوال 5. هنا نيجاتيف 9، 1 ماينس 10 نيجاتيف 1، نيجاتيف 9 ملتبلاي 1 نيجاتيف 9 بلس 25 بلس k ايكوال 5. لا انا قلت 1 و 3 فاحنا لخبطت، معلش. احنا نحط مكان آه بنفرض الارقام. هو قال لك اتنين اود نمبر، ثواني. قال لك اتنين اود نمبر متتاليين، يعني يا 1 و 3 يا 3 و 5 يا 5 و 7. انا هاخد ال 1 و 3 مثلا، هخلي الاكس ب 1 والواي ب 3، او العكس عادي. فالاكس لو ب 1 و وال 1 والواي ب 3 هيطلع معانا 1 1 ماينس 6 بلس 9 بلس كي ايكوال 5. 1 minus 6 نيجاتيف 5 multiply 1 نيجاتيف 5 بلس 9، كل ده هيطلع 4 بلس كي ايكوال 5. ف 4 بلس كي ايكوال 5، الكي هنا ب 1 عادي. في حاجه مش مفهومه؟ كده تمام؟ في حاجه، في حد مش فاهم حاجه؟
خلاص كده يا عبدو، السيشن خلص. لو عايز توقف الريكورد، ولو حد عنده اي سؤال عن المدرسه او عن اي حاجه براحته. تمام يا شباب، كده كانت السيشن بتاعتنا النهاردة خلصت. ان شاء الله تكونوا كلكم فهمتوا واستمتعتوا معنا بالسيشن. ان شاء الله السيشن هتنزل على يوتيوب، اول لما تنزل هنبعت لكم اللينك بتاعها. واحنا كنا تيم ستيم منتور شيب، وكنا معاكم. شكرا لاستماعكم.